أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد القديس يوحنا. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقرأ على حضراتكم نشرة الأخبار أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. الثروات البحرية تسهم في مضاعفة الإنتاج الزراعي. عقد لقاءات لتقييم العملية التعليمية في حلحل وأصمات. المتسابقة الإريترية راحيل دانييل تحرز المركز الأول في سباق كولومبيا للطريق. عشرات القتلى بهجوم لتنظيم الدولة في مالي. احتجاج في لندن بعد مقتل شاب أسود أعزل على يد شرطي بريطاني. ومصرع 5 أشخاص جراء زلزال في بابوا غينيا الجديدة. من العناوين إلى التفاصيل. أهلا بكم. أفادت وزارة الزراعة بأن المبادرة التي اتخذتها بالتنسيق مع وزارة الثروة البحرية للاستفادة من الثروات البحرية المحولة إلى سماد سائل ساهمت في مضاعفة الإنتاج الزراعي. وأوضح السيد تمسكن جبرز جابهير أستاذ وباحث الثروات البحرية في كلية ماي نفحي للعلوم وعضو اللجنة الوطنية الناشطة في إنتاج السماد الطبيعي والمبيدات، أوضح بأن البحر الأحمر غني بالثروات التي يمكن أن تضاعف الإنتاج الزراعي. وذكر السيد تمسكن أن مخلفات الأسماك والحشائش البحرية تسخر بعناصر مهمة تسهم في تخصيب التربة وتنمية الإنتاج، مشيرا إلى التخلص في المستقبل من السماد الصناعي الذي يتسبب بأضرار جانبية للإنسان والحيوان والبيئة، والاستفادة الجيدة من السماد الطبيعي بمختلف أنواعه. وقال إن بعض دول الشرق الأقصى ظلت تستخدم الثروات البحرية كسماد طبيعي منذ فترة طويلة، فيما بدأت البلاد فيما يتعلق بالسماد السائل منذ عام 2021 بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والثروة البحرية بمشاركة عدد من الخبراء بإجراء تجارب عديدة وناجحة. وعبر المزارعون الذين يمارسون السماد الطبيعي السائل عن إعجابهم بالنتائج المحققة على أرض الواقع. في الختام دعا السيد تمسكن جبرز جابهير أستاذ وباحث الثروات البحرية في كلية ماي نفحي للعلوم وعضو اللجنة الوطنية الناشطة في إنتاج السماد الطبيعي والمبيدات، دعا لإبراز أهمية السماد الطبيعي في القطاع الزراعي، وعلى المثقفين والباحثين منحه اهتماما أكبر وتعزيز دورهم لتفعيله بسبل جيدة ومستدامة. انتظمت في مديريتي أصمات وحلحل في 5 و6 من سبتمبر لقاءات لتقييم تطور العملية التعليمية خلال العام الدراسي 2021 و2022، وشهدت مديرية حلحل ازدياد نسبة المشاركة في مائدة التعليم ب10% ونسبة متوسط النجاح ب80.5%. وقدمت دعوة للعمل المنسق بين الآباء والمدرسة لتحسين نتائج الصفين الرابع والخامس. وأوضح اللقاء متابعة 700 طالب من طلاب برنامج عاريوت تعليمهم في 6 نقاط ونجاح 81.5% منهم، مشيرا إلى عدم حل مشكلة نقص المستلزمات الدراسية. كما سجلت نسبة النجاح في مديرية أصمات في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ما بين 74.5% و 83.4%، وأن ظاهرة الرسوب المقلقة في المرحلة المتوسطة تتطلب إلى منح اهتمام أكبر. وأشاد المشاركون بدور ومساهمة المعلمين مطالبين لمنح اهتمام أكثر للتعليم الأساسي وبناء مدارس حديثة للمدارس التي تدرس في الخيم التقليدية. وقال مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل إن الاستثمار التعليمي يؤثر بكافة القطاعات، لذلك يجب تعزيز مشاركة جميع شركاء العمل لتعميم كفاءة وتوسعة التعليم. وذكر حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى العمل المنسق لمضاعفة خدمات التعليم المرتكز على أساس متين بالكفاءة. عقدت الشرطة الإريترية في مديرية جندع سيمينارا حول مكافحة الحوادث المرورية، خاصة الحوادث الناجمة عن عربات الكارو والركشات. ونشد مسؤول الشرطة المرور في المديرية مبرح توم ردئي أصحاب المركبات التقيد بقوانين المرور للتقليل من حوادث المرور، وعلى المشاة توخي الحذر أثناء السير.
وقدم مسؤول مكافحة الجرائم الملازم كفليوناس تقريرا مفصلا حول المخالفات المرورية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2022 مناشدا المجتمع لتعزيز مشاركته وتعاونه مع الشرطة لمزيد من الفعالية. وقال إن الشرطة الأهلية المنتخبة تسهم بفعالية في مكافحة ارتكاب الجرائم والمخالفات وتلعب دورا كبيرا في تقليل أعمال الشرطة، داعيا جميع أفراد المجتمع إبداء التعاون معهم. وأوضح مسؤول وحدة القانون والنظام في المديرية السيد أفورقي زجاي اتخاذ قرارات صارمة على بعض العربات التي لا تمتلك رخصا قانونية. سجلت العداء الأولمبية راهيل دانييل فوزا باهرا في سباق لا كاريرا ديل باسيفيكو الذي أقيم بكولومبيا لمسافة 10 كيلومترات الذي جرى اليوم الأحد 11 من سبتمبر. قطعت العداء الإريترية الأولمبية راهيل مسافة السباق في 32 دقيقة و23 ثانية متقدمة على الجائزة للمركز الثاني ب30 ثانية. وتعتبر العداء راهيل الحاصلة على الرقم القياسي الوطني لمسافة 10 كيلومترات حائزة على الدرجة الأولى في سباق الضاحية حسب معايير اتحاد ألعاب القوى. وفازت العداء الأولمبية راهيل دانييل على الميدالية البرونزية في سباق البطولة الماسية التي نظمت هذه السنة في أمريكا، كما جاءت في المركز الخامس في سباق 10 كيلومترات المنظم في شهر يوليو في أريغون. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي قتل عشرات المدنيين في هجوم شنه متشددون تابعون لتنظيم داعش على بلدة في شمال مالي، ومعارك مع مجموعات مسلحة أخرى في المنطقة بينها مجموعات متشددة من خصوم التنظيم، على ما أفاد مسؤول محلي وقيادي في مجموعة مسلحة. وغالبا ما تشهد تالاتاي على مسافة حوالي 150 كيلومتر من غاو معارك منذ بدء النزاع في مالي في العام 2012 بسبب موقعها عند تلاقي مناطق نفوذ مجموعات مسلحة مختلفة. وتختلف حصيلة الضحايا بحسب المصادر، وتبقى الأعداد تقريبا نظرا إلى صعوبة الوصول إلى المنطقة النائية والحصول على المعلومات. وأوضحت الفرق الإنسانية التي تنشط في المنطقة أن الوضع على الأرض في غاية الصعوبة بحسب الشهود، وأن المعارك بين مختلف المجموعات المتشددة تسببت بمقتل عشرات المدنيين. شارك مئات الأشخاص في تحرك احتجاجي أمام مقر الشرطة العاصمة البريطانية لندن بعد مقتل شاب أسود بعيار ناري أطلقه الشرطي، وقد طالبت عائلة الشاب بفصل العنصر المسؤول عن مقتله. وقتل كريس كابا 24 عاما داخل سيارته بعيار ناري أطلقه شرطي جنوب غربي لندن حينما كانت تلاحقه دورية. وطالبت عائلته بفتح تحقيق لكشف ملابسات مقتله، وتساءلت في بيان عما إذا كريس كابا كان ليموت لو لم يكن أسودا. وحسب التحقيق في جريمة القتل الذي فتح اليوم، رصدت كاميرا لوحة سيارة القتيل، وأشار برنامج الرصد إلى أن السيارة على صلة بواقعة تتعلق بأسلحة نارية سجلت قبل أيام. لقي 5 أشخاص مصرعهم في بابوا غينيا الجديدة، وأصيب آخرون جراء الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر. وذكرت قناة فرانس 24 أن الزلزال تسبب في تضرر عدد من المباني ووقوع انهيارات أرضية وانقطاع الاتصالات بعدد من المناطق المتضررة. وصرح رئيس البلاد جيمس مار بأن الزلزال كان ضخما، وطالب المواطنين بتوخي الحذر، مضيفا أنه تم توجيه وكالات الكوارث والسلطات المحلية لتقييم أضرار الزلزال في أسرع وقت ممكن.
في النبأ الأخير تبدو بعض ملوثات الهواء أشبه بقاتل خفي، إذ يمكن أن تتسبب بعدد من سرطانات الرئة لدى أشخاص من غير المدخنين من خلال آلية شرحتها دراسة نشرت يشكل التوصل إلى فهمها خطوة مهمة للعلم والمجتمع بحسب مجموعة من الخبراء. وأوضح علماء من معهد فرانسيس كريك ومن كلية لندن الجامعية أن الجسيمات الدقيقة التي تعتبر من أسباب التغير المناخي تؤدي إلى تغييرات سرطانية في خلايا الجهاز التنفسي. وأبرز عدد من الباحثين أن هذه الدراسة تؤكد أن الحد من تلوث الهواء مهم أيضا للصحة، ويتعرض أكثر من 90% من سكان العالم لما تصفه منظمة الصحة العالمية بمستويات مفرطة من الملوثات التي تحوي جسيمات دقيقة. سيداتي سادتي، نذكر بالعناوين ختاما للنشرة. الثروات البحرية تسهم في مضاعفة الإنتاج الزراعي. عقد لقاءات لتقييم العملية التعليمية في حلحل وأسماط. المتسابقة الإريترية راهيل دانييل تحرز المركز الأول في سباق كولومبيا للطريق. وعلى الصعيد العالمي عشرات القتلى بهجوم لتنظيم الدولة في مالي. احتجاج في لندن بعد مقتل شاب أسود أعزل على يد شرطي بريطاني. ومصرع 5 أشخاص جراء زلزال في بابوا غينيا الجديدة. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، نستودعكم الله، إلى اللقاء.